برعاية كريمة من سعادة السفير محمد علي مارم سفير بلادنا في القاهرة، دشن الملتقى اليمني الثقافي الاجتماعي الرياضي بجمهورية مصر العربية الدوري التنشيطي الأول لكرة القدم. برعاية كريمة من سعادة السفير محمد علي مارم سفير بلادنا في القاهرة، وفي فعالية احتفالية حاشدة شارك فيها عدد من المسؤولين والإعلاميين والرياضيين اليمنيين وجمع غفير من أبناء الجالية اليمنية في مصر، دشن الملتقى اليمني الثقافي الاجتماعي الرياضي بجمهورية مصر العربية الدوري التنشيطي الأول لكرة القدم، وتم إجراء القرعة للفرق المشاركة من أبناء الجالية اليمنية. وفي احتفالية التدشين التي انطلقت بزخم كبير، ألقى أمين عام الملتقى إبراهيم عايش كلمة رحب فيها بالحاضرين، مؤكدا أن الدوري التنشيطي لكرة القدم سيكون فاتحة خير لأنشطة وفعاليات رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة ونوعية خدمة لأبناء الجالية اليمنية. من جهته أوضح رئيس اللجنة التنظيمية عضو هيئة إدارة الملتقى جياب باشافعي تفاصيل عدد المجموعات والفرق المشاركة في الدوري، منوها إلى الشروط والضوابط التي على جميع المشاركين الالتزام بها، ثم طلب من رؤساء الفرق التوقيع على تلك الشروط، داعيا الجميع إلى التفاعل بإيجابية مع فعاليات الدوري. ومع الانتهاء من إجراء القرعة، أعلن رئيس الملتقى أمين العيسي انطلاق الدوري الأول التنشيطي لكرة القدم الخماسية، مؤكدا أن أولى مبارياته ستكون في 23 من الشهر الحالي، متمنيا لجميع الفرق المشاركة التوفيق. أولا أشكر كل من ساهم في دعم هذا الملتقى سواء ماديا أو معنويا، وأشكر الدكتور محمد مارم سفير الجمهورية اليمنية داخل مصر على دعمه المتفاني. كذلك أشكر الأخ أمين العيسي رئيس الملتقى الذي لم يأنى جهدا في التواصل بجميع الداعمين المتواجدين الآن معنا، ونشكر كل من ساهم معنا بكلمة أو بدعم معنوي أو مادي في مثل هذه الأوضاع، في ظل الوضع السيء الذي يعيشه البلد، في ظل هذه الأوضاع المأساوية ووجود اليمنيين خارج بلدهم. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه التجمعات التي تعيدنا من جديد وتزرع فينا الفرح من جديد. أعتقد أن هذا التجمع فرصة جميلة أو رائعة لكي نرسم من جديد لوحة جميلة للوطن بشكل عام، اليمن الكبير. حضر حفل التدشين وكيل وزارة الإعلام الأستاذ صالح الحميدي، وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإدارية والمالية أسامة الشرمي، ومسؤول نادي الهلال اليمني الشيخ علي هايل، وعدد من الأكاديميين والرياضيين والإعلاميين والطلاب وأبناء الجالية اليمنية في مصر. ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة رئيس الملتقى الأستاذ أمين العيسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ أمين. أهلا وسهلا بك. أولا أستاذ أمين، لو حدثتنا عن الملتقى اليمني وأهمية إعلانه وإشهاره في هذا التوقيت تحديدا، والهدف من هذا الملتقى. بداية أشكر بناتكم على إتاحة هذه الفرصة للملتقى اليمني في جمهورية مصر العربية. بالنسبة لفكرة الملتقى، جاءت إكمالا للجهود التي قدمها الجالية وعونا للمغترب اليمني، فنحن كيان طوعي مستقل نهدف لخدمة المغترب اليمني وتدليل الصعوبات التي تواجهها وتقديم الاستشارة في مختلف النواحي الصحية والتعليمية وغير ذلك. ولنا اهتمام كبير بصقل مواهب المغتربين في مصر وإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم. كما يعمل الملتقى على إقامة الأمسيات الثقافية والأنشطة الإعلامية التي تخدم الوطن وتعمق روح الانتماء له وتجسد وحدته وتحفظ سيادته على كامل أراضيه. ولنا أيضا اهتمام كبير بشغل المغترب في المجال الرياضي من خلال إقامة الدوريات والتنشيطية في مختلف الألعاب الرياضية، كل ذلك تحت سقف السفارة اليمنية بمصر. نعم. أستاذ أمين، شاهدنا فعاليات القرعة في افتتاح البطولة لكرة القدم الخماسية وأيضا الدوري التنشيطي، حدثنا عن ذلك. بطولة
كرة القدم الخماسية جاءت انسجاما مع أهدافنا المعلنة في الملتقى وضمن أنشطتنا في المجالات المختلفة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وهي التنشيط للمغتربين وتعميق الروح الانتماء الوطني وإحياء العلاقات الاجتماعية بين أبناء اليمن هنا وهي تنمية المواهب الرياضية الموجودة في مصر. نعم، جميل جدا. تفضل. نعم، إذا حدثنا عن مشاريع مستقبلية مثلا، ما هي مشاريعكم الرياضية مستقبلا، وأهم ما سيركز عليه هذا الملتقى؟ بالنسبة لمشاريعنا الرياضية فنحن في الملتقى على توسيع دائرة الأنشطة الرياضية لتشمل الألعاب المختلفة. نعم. وسنسعى للمشاركات في دوريات مماثلة تجمع جاليات عربية أخرى، وسترون في قادم الأيام بإذن الله ولا نستقبل الأحداث، بل كل حادث حديث. نعم بإذن الله. هنا نتمنى لكم التوفيق في هذه الجهود التي تقومون بها للم اليمنيين تحت سقف واحد، وإقامة مثل هذه الدوريات التنشيطية التي تقوي أواصر العلاقات بين اليمنيين في الخارج، وتحديدا لديكم أنتم في القاهرة. إذن الأستاذ أمين، شكرا جزيلا لك.